مين فينا كل يوم الصبح بيبقى عايز يغيب ومش لاقي حجة جديدة للمدير؟ تشوف بقى مين عليه الدور في عيلتك عشان تموته وتقول ان عندك حالة وفاة ومش جاي. طب هو ينفع نعتمد فكرة فقد الشغف سبب كافي انك ما تروحش الشغل؟ ينفع. انا هند صالح ودي منصة سلامي للصحة النفسية. من 10 ل 20% من سكان العالم بيصابوا بالاضطرابات الموسمية أو ما يعرف بالاكتئاب الموسمي، وده مع بداية فصل الخريف ودخول فصل الشتاء بحسب دكتور هيلين ريتشارد المسؤولة عن وحدة اضطرابات المزاج في المستشفى الجامعي بجنيف. طب إيه أعراض الاكتئاب الموسمي ده؟ أعراض الاكتئاب الموسمي بيحس فيها الشخص بالخمول وصعوبة في التركيز ويبقى عايز ينتخ، وأغلب الوقت مش قادر يقوم حتى من على السرير الصبح. وناس تانية بتحس بالتوتر وأوجاع في الجسم غير مبررة ومش قادر ينزل الشغل فعلا. طب هل بقى المدير لو قلت له الكلام ده هيقدر؟ لازم يقدر، عشان الاضطراب العاطفي الموسمي بيأثر بالسلب على إنتاجية الموظفين، والمصابين بيه بيكونوا أكتر عرضة للإصابات والحوادث كمان والتغيب عن العمل، واللي بيكلف الشركات 51 مليار دولار سنويا، وده بحسب مقالة نشرتها مجلة فوربس عام 2020. كمان دراسة عملتها الكلية الأمريكية للطب المهني والبيئي في 2019 قالت إن 93% من الإنتاج معتمد على الصحة العقلية والبدنية للموظفين. طب إيه هي أسباب الاضطراب الموسمي عشان نلحق نعالجها قبل ما عجلة الإنتاج تقف؟ ببساطة مع تغير الفصول وخصوصا دخول فصل الشتاء بيحصل انخفاض في مادة السيروتونين، وهي المادة الكيميائية اللي بتبقى موجودة في الدماغ، ودي بتساعد على تنظيم الحالة المزاجية للإنسان. كمان قلة تعرضهم لضوء الشمس بيسبب انخفاض في فيتامين د، وهو المسؤول على صحة العظم والنشاط. وعشان كده هتلاقي المصابين بالاكتئاب الموسمي عظمهم بيوجعهم ومش قادرين يعملوا أي حاجة خالص، مش كسل ولا دلع منهم. في دراسات تانية أشار ليها المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية بتقول إن الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب الموسمي عندهم ارتفاع في مستوى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن دورة النوم، فبتلاقيهم بيناموا أكتر في الشتاء، وفي الحالة دي بيكون عندهم خمول أغلب الوقت. طب كل صاحب شغل يقفل دكانته لحد ما الشتاء يخلص يعني ولا إيه؟ أول خطوة في العلاج هو الاعتراف بالمشكلة من الطرفين. أولا كده وبسم الله، كل مدير أو صاحب شركة لازم يكون واعي في الأساس للنوع ده من الاضطرابات عشان يعذر الموظف اللي عنده اكتئاب موسمي، وإن ده خارج عن إرادته ومرض زي أي مرض تاني. في شوية نصايح قالوها دكاترة علم النفس عشان يقللوا أضرار الاضطراب الموسمي وتأثيره على ضعف الإنتاجية، زي يكون في مرونة في المواعيد. لو الموظف اتأخر شوية الصبح يعني مش موضوع، يعديها له، وما يطلبش منهم شغل في الأجازات الأسبوعية عشان يشحنوا طاقتهم كويس ويستعيدوا نشاطهم كل الأسبوع. بالنسبة للناس اللي بيتعرضوا للنوع ده من الاضطرابات محتاجين يعملوا شوية حاجات تساعدهم على التغلب عليه. الصبح تقوم أول ما المنبه يضرب، بلاش الغفوات المتكررة دي لأنها هتتعب جسمك أكتر، ويفضل لو تمارس شوية تمارين إطالة وانت لسه على السرير عشان تنشط الدورة الدموية. أما بقى لو تقدر تتمشى وانت رايح في طريقك للشغل يا سلام، اعمل كده عشان جلدك وجسمك ياخدوا فيتامين د وتستعيد نشاطك. وحاول تاكل وجبات خفيفة وانت في الشغل عشان ما يحصلكش تخمة، وابعد عن مصادر التشتت زي التليفون والسوشيال ميديا، وكمان التعرض للهواء البارد خلال اليوم عشان يفوقك شوية. بلاش قفلة الشبابيك في الشغل لأن الجو الدافي بيساعد على النوم. وفي النهاية لما تصحى الصبح وتلاقي نفسك تعبان ومش قادر تنزل وما عندكش شغف للشغل، افتكر ان عليك اقساط وجمعيات ومشوف أكل عيشك. استنونا فيديوهات أكتر على منصة سلامي للصحة النفسية. كنت معاكم هند صالح.